بابا، يا ماما، أنا مش جاي أطلب أكتر من حقي، ولا جاي أقولكوا تفرقوا بيني وبين حد. أنا بس جاي أقولكوا أنا مش زي حد. أنا من وأنا صغير وأنا بسمع شوف أخوك بيعمل إيه، بنت خالتك أشطر منك، ليه مش بتتكلم زي ابن جيران؟ وأنا ساعات بضحك، بس من جوايا حاجة بتتكسر، لأني بحس إني مش كفاية وإني مش عاجبكوا. أنا مش ضد إنكوا تحبوا غيري، بس ضد إنكوا تحطوني في مقارنة. أنا مش نسخة من حد، أنا شخص لوحدي، عندي طريقتي، تفكيري ومشاعري. أنا ممكن أكون أبطأ، أهدى، أغلط أكتر، بس ده مش عيب، ده أنا. كل مرة تقارنوني بحد أنا مش بتغير، أنا بتكجر وببدأ أقلد اللي حواليا، مش عشان أكون أحسن، بس عشان أهرب من نفسي. ولما أنجح مش ببقى فرحان بنجاحي، ببقى فرحان إني خلاص محدش هيقارني بحد تاني. أنا بحبكوا، بس عايز تحبوني زي ما أنا، مش زي ما انتي شايفين المفروض أكون. أنا لما تقبلوني أنا بتقبل نفسي، بس لما تفضلوا تقارنوني أنا ببدأ أرفض نفسي، وببدأ أشوف إني مفيش مكان ليا. أنا مش لازم أكون الأول، أنا ممكن أكون في طريقي وحقق حلمي بطريقتي، بس لو لقيت حد يشجعني مش يقارني. أنا محتاج أسمع أنت مميز، أنت عندك حاجة محدش عنده، إحنا فخورين بيك، مش لأنك زي فلان، بس لأنك أنت. أنا مش ضد إن أتعلم من اللي حواليا، بس نفسي أتعلم من غير ما أحس إني أقل. في الحلقة الجاية هنتكلم عن الخوف، عن الحاجات اللي بنخاف منها ومحدش بياخد باله، عن اللحظات اللي بنسكت فيها علشان خايفين من الرد. أنا طفل، بس نفسي حد يسمعني من غير ما يقارني، من غير ما يقلل مني، من غير ما يخليني أكره نفسي عشان عايز حد تاني.